الضربة التي لا تكسرك تقويك. وبعد غبار جزر القمر وعناد مالي كان الأسود في حاجة لمرآة تعيد لهم ملامح البطل. ملعب مولاي عبد الله بالرباط لم يكن مجرد عشب ومدرجات، بل كان مسرحا لمحاكمة الأفكار وانتصار النوايا. 20 مباراة بلا هزيمة، نعم، لكن الجمهور لم يكن يكتفي بالأرقام، كان يكتفي بالعشق، بكرة تشبهنا، بتمريرة تداوي الجراح، وبزائر يسمع من كان به صمم. الليلة لم نلعب ضد زامبيا فقط، لعبنا ضد شكوكنا، ضد فلسفتنا الزائدة، وضد أسطوانة الإقصاء التي حاولوا إيقافتنا بها في عقر دارنا. فكان الرد زلزالا كرويا وثلاثية بوزن الذهب، وأداء أعادنا للزمن 2008 الجميل. فاستعدوا إذن، فهذه حكاية ليلة لم يكن فيها الأسد جائعا فحسب، بل كان فنانا يكتب التاريخ بالمقاسيات. الانتقاد الصحي هو المصل الذي أحيا جسد المنتخب. الركراكي بذكاء القائد وشجاعة الفرسان قرر أن يرمي بالفلسفة خلف ظهره. قال له الشعب: الكرة سهلة مهلة، فاستجاب. ركن سفيان مرابط الوتد الذي لا يتزحزح ليمنح الميدان رئة جديدة تسمى نيل العناوي. ويا لروعة ما رأينا، العناوي وحده كفى، وبالغليل شفى. تحرر أناحي من قيود الدفاع فأصبح كالطائر في سماء الرباط، ينطر التمريرات يمنى ويسرى. شاهدنا الزلزول يناور على الجناح كالنمر، يحميه في الخلف مزراوي الذي كان صمام أمان وسدا منيعا. توزيع مثالي، ضغط عالي يخنق الأنفاس، وضغط عكسي يستعيد الكرة قبل أن يرتد إلينا طرفنا. لقد استيقظ الركراكي من سباته، فاستيقظت معه روح القتال في كل قدم مغربية. أما عن إبراهيم فحدث ولا حرج، دخل الأجواء المغربية وكأنه تربى في دروب المدينة القديمة. لم يعد غريبا، بل أصبح هو البوصلة. فإبراهيم دياز نجم الملكي قرر أن يضع الصندوق نصب عينيه، ترك الأجنحة لمن يهواها، وتغلغل في العمق كالإعصار. شاهدوا كيف يطلب الكرة، كيف يراوغ في مساحة الدرهم، وكيف ينهي الهجمة ببرودة أعصاب الجلادين. إبراهيم اليوم أصبح ماكينة فعالة، لا يهدأ له بال حتى يهز الشباك. سجل فاعتلى عرش الهدافين، وأثبت للجميع أن الموهبة حين تكتسب النية تصبح سلاحا لا يقهر. فبين رشاقة أخماش ودهاء الطالبي كان دياز هو المايسترو الذي يقود أوركسترا الدمار الشامل لدفاعات زامبيا. استعدوا، فهنا سيتوقف التاريخ طويلا. أيوب الكعبي، هذا المجنون الذي قرر أن الأهداف الأرضية هي لغة البشر، أما هو فيريد لغة الملائكة. لم تعد تسمى مقصيات منذ الليلة، هي كعبيات. ستقترن باسم هذا الفتى الاستثنائي، يطير في الهواء وكأنه يسبح في الفضاء، يسدد الكرة بظهره للمرمى ويقينه للهدف. فعلها في الافتتاح وكررها اليوم أمام زامبيا، وكأنه يخبرنا: الأهداف العادية لا تسمن ولا تغني من جوع. فمنذ الغد ستبيع مخابز المغرب الخبز، وتقدم معه مقاسية أيوب كذكرى للمرة. حتى الفار الذي حاول التشكيك خضع في النهاية لسحر اللقطة. هدفان في صدارة الكان، الكعب المقصي ودياز الجميل. أي رعب هذا الذي نزعه في قلوب الخصوم. وفي خضم العرض الفاخر اكتملت اللوحة بعودة الملك أشرف حكيمي، الفتى الذي غاب بجسده وحضر بروحه، يعود للمستطيل الأخضر. هتافات مدوية وقشعريرة تسري في الأبدان، وشارة القيادة تستقر في مكانها الطبيعي. زامبيا التي جاءت لتتسلق أكتاف الكبار أخذت حقها ومشت، رحلة سالمة لبلادها. فقد علمتها الأسود أن حضن الرباط لا يقبل التهور. 20 مباراة بلا هزيمة، أقوى هجوم ب6 أهداف، صدارة بكل استحقاق. لقد أقاموا الحجة على كل آدمن حاول الاصطياد في الماء العكر، وبصموا على ختام دور أول كان للمغاربة فيه كعب أعلى حرفيا ومعنويا. الحلم بدأ يلامس الواقع، وروح الدوحة بعثت في الرباط، والتاج ينتظر أصحابه. فابقوا معنا في عشق كرة القدم، فنحن لا ننقل الخبر،
بل نحن نعيش الفخر.